أنا بجد بدأت أتضايق من طباعك وطريقتك في الحياة. كل يوم أرجع من الشغل ألاقيكي لسه بتعملي في الأكل، وهدومك مبهدلة وريحتك طبيخ والبيت مش نظيف، واللي يشوف كده يقول إنك مضيعة وقتك على الاهتمام بابنك، وانت في الحقيقة مخلية الولد تقريبا عايش مع مامتك. طول الوقت مخلياه عند مامتك، هي اللي ترعاه وهي ست كبيرة، وكل همك الفون والتلفزيون والخروجات والشوبينج. فين دورك كأم؟ أكتر كلمة كنت بسمعها من الناس عني إني متدلعة. أهلي عمرهم ما قالولي لأ، كل حاجة كنت بطلبها كانت بتجيلي لحد عندي. كبرت وأنا فاكرة إن الدنيا كلها هتمشي زي ما أنا عايزة، وإني عمري ما هحتاج أتحمل مسؤولية ولا أشيل هم حاجة. حتى لما اتجوزت دخلت بيت جوزي بدلع طفلة مش بعقل ست، وكنت فاكرة إن الراجل هيستحمل كل حاجة زي أهلي. تعالوا أحكي لكم قصتي. أنا سالي، عندي 29 سنة. ماما، أنا مش ناوية أكمل مع شريف. أنتي بتتكلمي بجد؟ ليه كده يا سالي؟ ده شريف ابن ناس ومحترم ومؤدب ومركزه كويس وفتح بيت من نفسه. وبعدين إيه اللي جد؟ ما أنتي كنتي موافقة عليه. كنت وقتها فرحانة بالخطوبة والشبكة والفستان، لكن دلوقتي كل حاجة بقت واضحة. أنا اتعودت أعيش في مستوى، وعايزة بعد جوازي مستواي يعلى أكتر وأكتر مش يقل. مش هينفع أتجوز واحد كل حاجة عنده محسوبة. عايزة أعيش حياتي بجد. بس يا سالي، شريف مش فقير ومش مقصر، وكمان بيحبك، وأنا مش عايزة الوسط، أنا عايزة العالي، وأنا استاهل ده. أنا هستنى لحد لما يجيلي الغني اللي يشيلني على كفوف الراحة، وانتي لازم تساعديني عشان أوصل للي أنا عايزاه وبأسرع وقت. يمكن عندك حق، أنا طول عمري بحب أشوفك عايشة ملكة، ويمكن شريف فعلا مش هيقدر على ده. مفيش مانع تستني شوية لحد ما يجي اللي يستهلك ويريحك. هيجي يا ماما، هيجي بطريقتي أو بطريقتك. وفعلا بعد شهور بس ماما قدرت بطريقتها تجيب لي العريس المناسب. بصراحة يا ماما، انت عملتيها المرة دي. العريس ده لقطة بمعنى الكلمة. أنا عارفة بنتي بتحب ايه، مش هرضالك بواحد عادي كده وخلاص. ده ما شاء الله عليه، عربيته تشرف، ولا شقته وموقعها، وأخلاقه كويسة كمان، وانت تستاهلي كل ده. أنا فرحانة قوي بجد. ده أنا أول ما قعدت معاه حسيت إني قاعدة مع فارس أحلامي، وبيتكلم بكل ثقة عن السفر واللبس والهدايا. ده حتى قال لي إنه شايف إني لازم أتدلع وأعيش مرتاحة. ربنا يخليكي ليا يا ماما، لولاكي ما كنتش وصلت للعريس ده. وأخيرا لقيت اللي يستاهلني ويدلعني زي ما اتعودت وأكتر كمان. حلوة قوي، بس ركزي معايا يا سالي، عايزة أنصحك نصيحة وحطيها حلق في ودانك. خليكي عاقلة عشان العريس ده مش هيتكرر. خليني عاقلة بمعنى ايه؟ مش فاهمة. يعني مش طول الوقت دلع. الدلع له وقته والجد له وقته، لأن الجواز مسؤولية، والمسؤولية دي لازم تشيليها صح عشان الحياة تستمر. ودلعيه طبعا زي ما هيدلعك، واعرفي ازاي تحافظي عليه. ما تقلقيش عليا، انا عارفة اتصرف. وبعد خطوبتي من تامر بفترة قصيرة لقيته بيقولي: بصي يا سالي، انا بصراحة حبيت اقولك على حاجة من دلوقتي قبل ما نكمل في موضوع الجواز. انا شريكي، وبجد ناوي اعيشك عيشة تستحقيها. اي حاجة هتطلبيها هتكون عندك، كل اللي نفسك فيه. انا بحب ادلع اللي معايا وهي كمان تدلعني. دايما بحب بعد تعب الشغل استجم، ويا سلام لو كان الاستجمام ده يكون معاكي. بعد كل الكلام الحلو ده انا وافقت على الحاجة اللي هتطلبها مني من قبل حتى ما اسمعها. ايه الحاجة دي يا ترى؟ ماما ست كبيرة ومش هتحب تقعد لوحدها بعد جوازي، رغم ان عندها شقتها ومش ناقصها اي حاجة. بس احنا كاخوات، انا واخويا واختي، متفقين انها تفضل شهر عند كل واحد فينا بالتناوب. يعني ده نظام وهنمشي عليه بعد جوازي بفترة، لان زي ما انتي عارفة انها عايشة معايا بعد ما اخويا واختي اتجوزوا. يعني هي مش هتقعد معانا على طول ولا هتتحكم فينا، بس هتقعد معانا شهر لما يجي علينا الدور. زيارة دورية يعني. بالظبط يا سالي، زيارة مؤقتة مش أكتر. بس حبيت أقولك من قبل الجواز عشان دي ظروفي، ولو مش مرتاحة تبقي صريحة من دلوقتي. لا لا عادي يعني، هي في الآخر أمك ولازم تكونوا واقفين جنبها، وهو شهر يعني مش طول الوقت،
وأكيد هتأقلم. أنا عارف إنك مختلفة، وده بيخليني مطمن وأنا بختارك. أهو كده بقى نبدأ نجهز ونفرح بجد. أيوة طبعا، جهز أنت وأنا هجهز نفسي على كل حاجة، حتى الزيارات الدورية دي. واتجوزت أنا وتامر، وقضينا مع بعض أجمل الأوقات. بس أكتر حاجة زعلتني ومغصت عليا فرحتي بجوازي هي إني طلعت حامل. ما كنتش عايزة حمل دلوقتي، لا عايزة أبوظ جسمي ولا أضيع أجمل أيامي مع طفل يزعجني بطلباته طول الوقت. أنا مش زعلانة منك، بس أنا مش قادرة أفرح قوي زيك كده. ليه بس يا حبيبتي؟ مش ده اللي بيقولوا عليه خبر حلو؟ ليه بقى انتي شايفاه وحش وزعلانة قوي كده؟ حلو بس أنا كنت لسه عايزة استمتع بشوية هدوء. لسه متجوزين من كام شهر، وكنت مخططة نسافر ونخرج ونعيش شوية. الحمل ده جه فجأة وما كنتش عاملة حسابه. حبيبتي، أنا فاهم إنك اتفاجئتي وده طبيعي، بس صدقيني الحمل ده هدية من ربنا، ووجود طفل مننا احنا الاتنين ده هيخلي حبنا يكبر أكتر. بس أنا لسه مش جاهزة أكون ماما، ده أنا يا دوب كنت لسه بتعلم أكون زوجة، وإنتي أنجح زوجة في الدنيا، وإن شاء الله هتبقي أحلى أم كمان. وانا مش هسيبك لوحدك في ولا خطوة، كل حاجة هنعملها سوا. يعني مش هتبطل تدلعني حتى وانا حامل؟ ده انتي هتتشالي على كفوف الراحة، ويا ويلي اللي يزعلك، ده انا هبقى الحارس الشخصي بتاعك انتي والبيبي. طب خلاص، طالما هتدلعني زيادة يبقى ممكن اعديها المرة دي. وبعد 7 شهور بس من جوازي كانت حماتي جات قعدت معانا زي ما تامر كان متفق معايا. ما كنتش طايقة نفسي، يعني استحمل الحمل ولا استحمل وجود حماتي في بيتي؟ وكانت دايما تتدخل في اللي ملهاش فيه، وكانت تقولي يا بنتي ارتاحي شوية، الحمل مش هزار، الدكتور قال لازم راحة خصوصا في الأول عشان الحمل يثبت، وانتي ما شاء الله مش بتقعدي. ما قلتلكيش ما تسافريش وما تخرجيش، بس اصبري لحد ما شهور الحمل تعدي على خير، وبعدين اعملي اللي انتي عايزاه. ما هو الواحد مش لازم يقعد في البيت طول الوقت عشان حامل، يعني لو خرجت شوية أو سافرت كام يوم مش هيحصل حاجة، بالعكس ده هيريح أعصابي. أنا مش بقول اقعدي في السرير طول اليوم، بس كل حاجة بالعقل، وحتى البيت محتاج تنظيم. وأنا هساعدك يا ستي عشان انتي تعبانة، وأنا خايفة عليكي وعلى اللي في بطنك. ربنا يعلم أنا بعاملك زي بنتي، وكمان بتقي الله فيكي عشان يقعد لي ببنتي. آه، شكرا لذوقك يا طنط، بس أنا مش محتاجة مساعدة في أي حاجة. أنا بحب أعمل كل حاجة بطريقتي، ولو محتاجة مساعدة في البيت هجيب واحدة تساعدني. يا سالي أنا وجودي هنا مش عشان أسيطر، أنا عايزة أكون جنبك وجنب ابني. ولو كلامي بيضايقك خلاص يبقى هقلل كلامي وهسيبك براحتك، بس اوعي تفتكري إني مش بحبك. أنا بس بحاول أكون أم تانية ليكي. أنا عارفة إنك طيبة، بس أنا لسه مش متعودة على وجود حد في البيت غير أنا وجوزي، يعني محتاجة وقت. خدي وقتك يا حبيبتي، بس صدقيني أنا وجودي هنا مش حمل عليكي ولا حاجة. أنا جاية الفترة دي عشان أساعدك، ولما تحسي إني تقيلة قوليلي بصراحة. أنا مش هكدب عليكم، حماتي كانت ست طيبة قوي، وعمرها ما قالت لي كلمة تجرحني رغم طريقتي معاها. وبعد الولادة كانت شايلة عني كل حاجة، بتصحى قبلي وتجهز لي الأكل وتاخد البيبي عشان أنام. كل ده بتعمله عن حب، مش فرض ولا واجب. بس برضو ما قدرتش أحبها ولا أحب وجودها في البيت حتى لو كان مؤقت، لأني كنت بحس إن في حد دايما بيراقبني، وأنا اتعودت أعيش حرة وأعمل اللي في دماغي وقت ما أحب. وكانت أكتر حاجة بتضايقني منها لما كانت بتنصحني أكون نضيفة سواء في بيتي أو في نفسي، وكانت تقولي ما تزعليش مني يا سالي، أنا بنصحك عشانك انتي، البيت دايما مكركب وانتي مش مهتمية بنفسك خالص من بعد الخلفة. بصي يا سالي، أنا هاخد منك البيبي قبل ما جوزك يرجع من الشغل، وانتي بقى نضفي البيت وخدي دش والبسي كده حاجة جميلة يحبها جوزك. الراجل يا سالي لما بيرجع تعبان من الشغل بيبقى محتاج واحدة شكلها يصر مستنياه، وبيت نضيف وأكل جاهز. هو كويس قوي إن أنا بقف على رجلي في المطبخ وأعمله الأكل. هو اشتكالك مني ولا إيه؟ ولا قالك إنه مش طايق البيت اللي على طول مش نضيف؟ ولا قالك ريحتي وحشة؟ مش هو اللي كان عايز بيبي؟ طيب دلوقتي البيبي واخد كل وقتي، أعمل إيه؟ يا بنتي مش هنضحك على بعض،
انت طول اليوم قاعدة على التليفون ومش مهتمة لا بابنك ولا بنفسك ولا حتى ببيتك، وانا اللي عليا النصيحة وربنا يصلح حالك. ولما جبت اخري من حماتي خلتها هي بنفسها اللي تطلب من ابنها انها مش محتاجة تقعد معانا الشهر بتاعنا، وانها حابة تقعد في بيتها. وقالت له لا، انا مش زعلانة من اي حد، بس انا بقيت حابة اكون في بيتي وعلى راحتي. انا كبرت وببقى محتاجة الهدوء اكتر. طب انتي يا ماما مش مرتاحة عندنا؟ في حاجة مضايقاكي؟ سالي عملت حاجة؟ قوليلي بصراحة. لا يا حبيبي، سالي بنت كويسة وبتحاول تكون ست بيت شاطرة، بس أنا اللي مش حابة أبقى تقيلة أو عبء على حد، خصوصا إنكم لسه في بداية حياتكم. ماما، انت عمرك ما هتبقي تقيلة، ده بيتك قبل ما يكون بيتي، ولو في حاجة زعلتك لازم تقوليلي. وأنا ملاحظ على سالي تصرفات غريبة ومش عجباني، بس دايما أصبر نفسي وأقول معلش، بكرة تتغير وتعرف يعني إيه مسؤولية. يا ابني أنا مش جاية أهد بيتك، ولما أحس إن مكاني مش مناسب لازم أبعد لحد حتى ما ربنا يصلح حالك مع مراتك. معلش استحملها شوية، وأكيد مع الوقت هتتغير وتعرف يعني إيه مسؤولية. سالي ممكن نتكلم شوية؟ اتكلم يا تامر، بس بسرعة عشان كنت هتفرج على الحلقة اللي فاتتني. أنا بجد بدأت أتضايق من طباعك وطريقتك في الحياة. كل يوم أرجع من الشغل ألاقيكي لسه بتعملي في الأكل، وهدومك مبهدلة وريحتك طبيخ والبيت مش نظيف، واللي يشوف كده يقول إنك مضيعة وقتك على الاهتمام بابنك، وانت في الحقيقة مخليه الولد تقريبا عايش مع مامتك طول الوقت، مخليه عند مامتك هي اللي ترعاه وهي ست كبيرة، وكل همك الفون والتلفزيون والخروجات والشوبينج. فين دورك كأم؟ اهو ده الكلام اللي بيضايقني، يعني عشان بحب اخرج واعيش هبقى ام مهملة؟ وبعدين ما انت واخدني وعارف اني دلوعة، وكمان انا لسه صغيرة وعايزة استمتع بحياتي شوية، مش هدفن نفسي في البامبرز والصريخ. ولو على نظافتي يبقى انت لازم تجيب لي واحدة خدامة تعيش معايا على طول عشان ابقى فاضية اهتم بنفسي. انا مش بعرف اعمل كذا حاجة في نفس الوقت، بتلخبط كده وببقى مش عارفة اعمل ايه. للأسف انا اتجوزت واحدة مش عارفة معنى المسؤولية ولا معنى البيت، وده غلطي انا. وتمر السنين على الوضع ده، بس بعد ما امي تعبت وبقت حركاتها تقيلة اضطريت اني اخلي ابني معاذ يعيش معايا على طول. بس الحمد لله اني اخدته بعد ما عدى سن البامبرز والرضاعة، يعني هيحتاج مني اهتمام اقل. انت فاهمة احنا لسه خارجين من ايه؟ فاهمة ان ابننا اغمى عليه ونقلناه على المستشفى وانتي ولا كنتي حاسة بيه؟ ما انا ما كنتش اعرف انه تعبان كده، فجأة كده لقيته مرمي. انا كنت فاكراه بيهزر، اصله كان بيتنطط الصبح عادي. لا ما كانش عادي يا سالي، انا بقالي ايام بقولك الولد مش طبيعي، تعبان، بيخس وعطشان على طول، واكله كله حلويات وشيبسي وسكر. فين دماغك؟ فين قلبك؟ ابننا عنده سكر من النوع الاول، مش برد ولا مغص، ده مرض هيعيش بيه طول عمره، وكل ده بسبب اهمالك، بسبب انك كنتي مشغولة في نفسك والشوبينج والتلفزيون. انا بعد ما عشرتك وعرفت حقيقتك ما كنتش عايزة اكمل معاكي، بس اللي خلاني اكمل وما هدش البيت هو ابني. لكن انت عملتي ايه لابننا؟ حافظتي عليه؟ انا اسفة والله ما كنتش اقصد، انا اتخضيت قوي لما شفته كده. انا هتغير وهبقى احسن، هحاول والله، سامحني يا تامر. بس تامر ما كانش عنده ثقة فيا، عشان كده طلب من مامته تيجي عندنا البيت، وكانت تقولي انا مش جاي اقعد عندك عشان اتقل عليكي، انا بس قاعدة الفترة دي عشان الولد اللي محتاج رعاية ومتابعة، وانتي مش واخدة بالك منه خالص، كل شوية يا عيني يتحجز في المستشفى. هو ابني وانا حرة فيه، محدش له دعوة، ولا كل حاجة تعملي فيها نفسك الام النموذجية ومش محتاجة حد يعلمني ازاي اربي ابني؟ انا ما قلتش اعلمك، بس انتي مش واخدة بالك خالص، الولد عنده سكر وده مرض خطير، لازم نظام واكل مظبوط ومتابعة مستمرة، لازم تتابعي مع دكتور تغذية ومع دكتور سكر كمان. انا عارفة كويس هتعامل ازاي مع ابني، وانا مش مجبرة اتحمل وجود حد في بيتي كل شوية يلومني وينتقدني. ماما انا جعان، في بسكوت عندك في المطبخ، روح كله على بال ما اعمل لك الاكل. تيتا انا مش عايزك تمشي من عندنا خالص،
عيشي معانا على طول. أنا بحبك أكتر من ماما. ماما مش بتحبني، وأنا كمان مش بحبها. وفي يوم معاذ كان قاعد في أوضته عشان كان تعبان شوية، وأنا في أوضتي، وحماتي كانت عند بنتها مش موجودة معانا في البيت. وهو قام ودخل البلكونة زي العادة عشان يكلم ابن الجيران اللي من سنه، بس هو وقتها أغمى عليه واختل التوازن بتاعه ووقع من البلكونة. سمعت صريخ الجيران. مات. ابني مات يا سالي، وهو يا دوب 6 سنين بس. كان عمره قصير قوي عشان عنده أم زيك. الفترة الأخيرة كتير قلتلك وشه شاحب وبيتعب بسرعة. أنا دايما في الشغل بوفرلك الحياة الكريمة ليكي ولابننا، وانتي فين دورك؟ كتير قلتلك لازم تتابعي، كنت بقولك كل لقمة بتأثر عليه. أنا بحبه، كنت هشوف له دكتور، كنت ناوية أظبط له أكله بس ملحقتيش. عارفة هو كان بيقول إيه لجاره قبل ما يقع؟ كان بيقول له أنا تعبان ومفيش حد معايا. ابني مات وهو حاسس إنه لوحده في الدنيا عشان أمه كانت مشغولة بدنيتها. انتي بالنسبة لي متي زي ما ابني مات. عمري ما كنت أتخيل إن الغلطات تمنها بيكون غالي قوي بالشكل ده. كنت فاكرة إن الدنيا بسيطة وهتمشي، بس يمكن عشان أنا اتمديت واستمريت على غلطي مهما اللي حواليا نصحوني، ومفيش حاجة قدرت تفوقني غير الوجع. كل حاجة راحت مني. ابني وراح معاه قلبي وبيتي وجوزي. دلوقتي بقيت لوحدي عشان ما قدرتش قيمة النعم اللي ربنا عطاهالي.